أسبوعين اكتشفت إن جوزي اتجوز عليا، واحدة كان يعرفها من زمان من أيام الجامعة، حبه الأول. وأنا كنت فاكرة إني حبه الأول والأخير، وللأسف معرفتش من نفسي لحد ما واحدة اتصلت بيا وقالت لي إنها أخت مراته، وقالت لي إن هو طلقها، ورتني القسيمة وورتني كل صورهم وتذاكر السفر اللي كان بيجيبها. هو مهندس وشغال في الكويت وأنا وولادي عايشين معاه. وللأسف حصل اللي أنا ما كنتش أقدر أتخيله أو أتحمله. كنت عايشة في غيبوبة اسمها الحب، واسمها التضحية، واسمها الثقة. للأسف طلعت موهومة، عملت لنفسي بالونة كبيرة فرقعت فيا أنا. لما عرفت ما قدرتش أواجهه، بس صعبت عليا نفسي قوي لما كنت أتخيل نفسي وهو قاعد معايا وماسك الموبايل وبيضحك، وأنا فاكراه بيكلم حد من أهله، أتاريه بيكلمها. ولما كان ينزل في عز الليل ويقولي أصل هعمل مكالمة لأهلي، أصل الشبكة واقعة. بقيت أربط الأحداث. ولما كان بيسيبني بالغربة أنا وولادي ويسافر بالأسبوع والاتنين لمصر بحجة إنه عايز يطمن على أمه أو أبوه أو يزور حد من أهله حصل عندهم حالة وفاة، وكنت بصدق. لحد ما البنت دي كلمتني بتقول إنها أخت مراته. معرفش إذا كان ده صح ولا غلط. بعتتلي قسيمة الجواز وبعتتلي صورهم، بعتتلي تذاكر السفر. أتاري لما أنا كنت بنزل مصر أجازة كان بيبعت يجيبها هي زيارة، ولما أنا كنت برجع كان هو بينزل لها. شايفين قد إيه أنا كنت متغفلة؟ إحساس لا أحسد عليه، متمنهوش لألد أعدائي. عشت أيام صعبة، كنت هموت هموت عايزة أعرف الحقيقة، عايزة أعرف إذا كان ده صح ولا غلط، أتصرف إزاي، أعمل إيه. ما قلتش لأهلي لحد دلوقتي، معرفتش أقول لحد حاجة. خايفة على صورته، خايفة يحصل مشاكل مش هيقدروا يتحملوا الصدمة اللي أنا اتحملتها. معرفتش غير أختي الكبيرة بس قالت لي حافظي على بيتك، خلاص مادام هي تجربة وخلصت ولا كأنك تعرفيها، وخليكي دايما كده. بس للأسف أنا مش قادرة، مش طايقاه، مش طايقة ريحته، مش طايقة نفسه، مش طايقة أتعامل معاه. إنسان غدار بكل معاني الكلمة، بكل معاني الكلمة فعلا. مش عارفة أتصرف إزاي. عشان أتأكد طبعا من كلام البنت ده رحت لأعز أصحابه في الغربة معانا، وقعدت عيطتله وتوسلتله وحلفته بالغالي. قلتله قولي الحقيقة، قولي فعلا هو اتجوز ولا لأ. قال لي أيوه هو بالفعل اتجوز بس طلق، وندمان ومحسش إنه ارتاح غير لما طلقها، وإن هو ندمان وبيحبني جدا أنا وأولادي ومش عايز يضحي بينا ومش عايز يخرب البيت. بس أنا مش قادرة أسامحه، مش عارفة أعمل إيه، أكمل ولا أعمل إيه بالظبط، فيدوني. ده كان رسالة واحدة وجعت قلبي. أنا مش عارفة أقولك إيه. عفى الله ما سلف، غلط، أنا معاك إنه غلط طبعا، بس أنا شايفة إن انتي تدي فرصة تانية بما إنه صلح غلطه. تدي فرصة تانية وتشوفي الأيام هتخبيلك إيه. ده اللي عندي أقدر أقولهولك. قولوا لها رأيكم يا جماعة في الكومنتات.